بصوا، انا في الفتره اللي فاتت لاحظت حاجه مميزه جدا في الدراما، والحاجه دي ايجابيه، انا شايفها ايجابيه، ان هم بداوا يحطوا انه الانسان عندما يكون محطم او يكون واصل الى مرحله معينه سلبيه في حياته وزنه يزيد. هل السمنه ليها علاقه بالاراده بتاعت الشخص؟ يعني انا شخص عندي اراده قويه، اذا انا بحافظ على نفسي وما باكلش خالص واموري كويسه. انا شخص ضعيف الاراده، اذا انا سايب نفسي، اذا انا باكل. هل المفهوم ده صح؟ طبعا المفهوم ده غير صحيح، لان السمنه مرض زي بقيه الامراض. العمليه دي بتاثر على الميتابوليزم بتاع الجسم، على الحرق ومعدل الحرق بتاع الجسم عن طريق هرمون. احنا لسه واحنا بنشوف العمليه معانا احنا بنستأصل جزء من انسجه الجهاز الهضمي اللي هو جزء من المعده، وبنستأصل كمان قبه المعده زي ما احنا شايفين. قبه المعده دي اصلا مسؤوله عن افراز هرمونات. ايوه، وده الشق الهرموني. ايه السن المناسب ان انا اجري؟ لانه انت عارف كتير من المراهقين دلوقتي عندهم سمنه مفرطه. السن طبعا من اول 11 12 سنه لغايه 60 65 سنه. 11 12 11 12 واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وقلنا ان السن الصغير دوت بيتعرض لامراض كتير، بيتعرض الى تنمر، بيتعرض الى مشاكل نفسيه بتفضل ملازمته العمر. السن الكبير لو فيت فور سيرجري او ينفع يعمل عمليه بيستفيد جدا وبيتعالج من مشاكل الركبه والمفاصل والضغط والكلام ده كله. جراحه السمنه دايما فلسفتي لما بشوفها كده بحس انها عامله زي بالظبط تغيير البني ادمين. جراحه السمنه بتغير الانسان من السمنه المفرطه الى انسان في وزنه الطبيعي. في حاجات في الحياه بتحصل بتغير الانسان، ما تستصغروش ابدا اللي بيحصل في عالم جراحه السمنه.